حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا الحديث العظيم يا عباد الله يبين فيه نبينا صلى الله عليه وسلم من هو المفلس حقيقة. يا عباد الله، هو الذي يلقى الله عز وجل يوم القيامة ظالما لعباده. وفي الحديث وعيد شديد لهذا الظالم، إذ يحيط به خصماؤه يوم القيامة، يقول: هذا ظلمني فمنعني حقي، وآخر يقول: ظلمني فسفك دمي، وآخر يقول: ظلمني فأكل مالي، وآخر يقول: ظلمني فاغتابني، وغير هؤلاء يا عباد الله ممن ظلموا بالاعتداء على أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم وأنفسهم. فلكم أن تتصوروا يا عباد الله حال هذا الظالم في ذلك اليوم العظيم، خصوصا إذا قرع سمعه قول الجبار سبحانه وتعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فعند ذلك ينخلع قلبه ويندم في وقت لا ينفع فيه الندم يا عباد الله، ولعله يتذكر إنذار الله جل وعلا له في هذه الحياة الدنيا
حيث يقول سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يوم عظيم يا عباد الله، فما أعظمها من مصيبة وما أشدها من حسرة على الظالم الذي ظلم عباد الله، فمات ولقي الله جل وعلا بتلك المظالم والله المستعان. لا يقدر يا عباد الله في ذلك اليوم على أن يرد حقا ولا أن يظهر عذرا، بل إن حسناته تذهب إلى خصومه عوضا عن حقوقهم. والله إنها مصيبة عظيمة، استشعروها يا معاشر المسلمين، استشعروا عظمة هذه المصيبة التي تذهب فيها حسنات العبد، وفي وقت يحتاج إلى حسنة واحدة يثقل بها الموازين، فما بالكم بذهاب الحسنات التي تعب لأجلها. تصور يا عبد الله كيف يكون حالك إذا اطلعت على صحيفتك فلم تجد حسنات قد تعبت لأجلها في هذه الحياة الدنيا، فإن سألت عنها يقال إنها قد نقلت إلى خصمائك الذين ظلمتهم. تصور حالك يا عبد الله وأنت تنظر في صحيفتك فتجد فيها سيئات لم تعملها، تسأل عنها فيقال إنها سيئات من ظلمتهم، إنها سيئات من اغتبتهم، إنها سيئات من أكلت مالهم، إنها سيئات من منعته حقه. وهكذا يا عباد الله، فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يكون حذرا أشد الحذر من الظلم بكل أنواعه، ومن ظلم العباد على وجه الخصوص، أن يتقي الله عز وجل ويمنع نفسه من الظلم. وليس هذا فقط يا عباد الله، الموفقون من عباد الله يمنعون الظلم عن أنفسهم ويمنعونه عن غيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إن كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحجز عنه أو تمنعه من ظلم أخيه فإن ذلك نصره. رواه الإمام البخاري. فالمظلوم يا عباد الله يدفع عنه الظلم أخوه المسلم بكل ما يستطيع، فالظلم خطير وشأنه عظيم، وهذا الحديث الذي سمعتموه فيه وعيد شديد. تذكره يا عبد الله، حافظ على حسناتك التي تكد لأجلها في هذه الحياة الدنيا. اتق الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. أما إن الظلم لؤم، وما يزال المسيء هو الظلوم. إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم عن نفسه يا عباد الله. اقرأوا كتاب الله عز وجل، فإن ربنا جل وعلا قد أخبرنا في كتابه أنه منع الظلم عن نفسه وحرمه عن نفسه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما الله يريد ظلما للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وقال جل في علاه: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال أيضا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وغيرها من الآيات كثير يا عباد الله، وغيرها من آيات كثير في هذا الباب يا عباد الله. حرم ربنا الظلم عن نفسه وجعله كذلك بيننا محرما. في الحديث القدسي يقول رب العزة والجلالة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم.
ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم الحريص على هذه الأمة يحذرها من الظلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. حذر صلى الله عليه وسلم الظالم، حذر الظالم من أن يغتر بنفسه وبإمهال الله سبحانه وتعالى له، فإنما هو استدراج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الظالم من دعوة المظلوم، فهي دعوة مستجابة. أما يخاف الظالم من دعوة المظلومين فإن الله عز وجل يجيبها ولا يردها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. رواه الحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام. يقول الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ربنا جل وعلا يجيب دعوة المظلوم يا عباد الله، حتى ولو كان هذا المظلوم فاجرا، إذا ظلم فدعا أجابه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. كل هذا يا عباد الله يدفع من ظلم عباد الله إلى التحلل منهم وإلى تمام التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من المظالم في هذه الحياة الدنيا، قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فليتب الظالم إلى ربه جل وعلا بإقلاعه عن الظلم وندمه عن فعله وعزمه على ألا يعود إليه مرة أخرى، وبرد المظالم إلى أصحابها. تلكم هي التوبة النصوح التي يقبلها رب العزة والجلالة. قال سبحانه وتعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن ظلم عباد الله سبحانه وتعالى إن من ظلم عباد الله سبحانه وتعالى لو تدبر كلام الله عز وجل وقرأ كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار لوجد فيه أعظم زاجرا يمنعه من ظلم عباد الله، لوجد فيه أعظم زاجرا يدعوه إلى التوبة إلى الله عز وجل وإلى التحلل ممن ظلمه في الدنيا قبل الآخرة. يا عباد الله، لو قرأ الظالم كتاب الله عز وجل ماذا سيجد يا عباد الله؟ يا حسرة على الظالم ما يجد إن أسر على ظلمه، والله المستعان. سيجد الظالم أن الله عز وجل يلعنه. قال الله جل وعلا: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال سبحانه وتعالى:
فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. سيجد الظالم أن الله عز وجل لا يحبه. قال سبحانه وتعالى: والله لا يحب الظالمين. سيجد الظالم يا عباد الله أنه لا يفلح أبدا، لأن الله عز وجل يقول: إنه لا يفلح الظالمون. سيجد الظالم يا عباد الله أن الظلم يمنعه من الهداية، وهو سبب ضلاله والعياذ بالله. قال الله عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: ويضل الله الظالمين. سيجد الظالم يا عباد الله الذي ظلم عباد الله في أي مظلمة كانت، بالاعتداء على أعراضهم أو على أموالهم أو على دمائهم وأنفسهم، سيجد بأن الظلم يؤدي به إلى العذاب الأليم في جهنم والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، أي من جهنم يا معاشر المسلمين، ونذر الظالمين فيها جثيا، والظالمون لهم عذاب أليم في نار جهنم، كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى. ولو تدبر هذا الظالم مثل هذه الآيات، ولو ألقى لها سمعه وحضر قلبه عند تلاوتها، لانتفع بها انتفاعا عظيما، ولا كانت له كافية له حاثة له على ترك الظلم والتحلل من المظالم، لكانت كافية له على أن يحث نفسه ويلزمها بالعدل، فإن شأن العدل في الإسلام عظيم. ألا فاتقوا الله يا عباد الله، واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والزموا العدل في أقوالكم وأعمالكم وأفعالكم وما وليتم عليه، تفلحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقواتهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجيرك من النار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، تقدموا بارك الله فيكم. كويك اناونسمنت، كاين اخ الام تاعو توفات رحمها الله سبحانه وتعالى، اللهم اغفر لها وارحمها، وقد يعني تقدم بمعروف بصدقه، يعني اكل بعد الصلاه، فكل واحد فيكم يعني ياخذ تيسر ان شاء الله. كذلك ان شاء الله يعني كما قلنا احنا ما زلنا في ترميم هذا المكان، ونحتاج الى دعمكم المالي. يعني هذا يعني كل أسبوع نذكروكم، الله يجزيكم، بارك الله فيكم، تصدقوا، ويعني كما نقولوا احنا ساعدونا حتى هذا المكان نرجعه يعني كما نقولوا يليق بهذه الجالية الطيبة إن شاء الله. كذلك يعني إن شاء الله يعني الأكتيفيتيز والنشاطات ستبدأ مع يعني كما نقولوا الإيزي ماب تاع لوك داون والأمور هذه، إن شاء الله يكون فردر يعني كما نقولوا معلومات إضافية يعني كما نقولوا تعلن الجالية إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى نجعل هذا المكان يعني يقدم خدمة اللي نحتاجوها نحن كجالية وكأفراد وكعائلات وكأسر إن شاء الله. يوم الأحد عندنا رياضة الأطفال هنا في هذا المكان، يعني اللي عنده الابن تاعو ولا وليده يجيبوه يعني إن شاء الله بين
from 2 o'clock to 4 o'clock inshallah. On Sunday 2 o'clock to 4 o'clock. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لله الحمد. الله أكبر. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
حبيبي شغال الحمد لله نعم